السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أطيب ما جربت. جيتكم اليوم بهذه الحلوى اللي راهي دايرة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم حال الحطب. يعني مع انه انا ما فهمتش على دارت هذه الضجة الكبيرة في الجزائر، لانه احنا هذه الحلوى راهي معروفة عنا، اللي هي حلوة البنيون، يعني غنية عن التعريف. لكن اللمسة يعني اللي دارت ضجة هي لمسة، يعني كأنها أعواد خشب ولا حطب، بهذيك اللمسة تاع الشوكولا من الفوق، يعني بالفرشاة تعطي هذاك الشكل تاع أعواد الحطب. أنا هنا عجبني هذا الترند، يعني يعني في هذوك يعني في الشوكولا كي داروها بالفرشاة، يعني ما ترفدناش بزاف شوكولا. اذا ما نطولوش ونروحوا الى مقادير الوصفه على بركه الله، وما ننساوش نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا هنا درت واش كان عندي في المطبخ، صدقوني ما شريت ما رحت قضيت، واش كان عندي في المطبخ درت يعني كاوكاو وشوفان، شويه جلجلان وشويه جوز. تديري واش يكون عندك. هنايا عندي عجينة التمر، هذه خدمتها عندي حوالي 15 حبة تمر، درتها شوية ما سخون، يعني يكون سخون مليح، كي يتشمخ ميكسيتهم. وعندي هنايا ملعقة من الكاكاو للنكهة، وعندي شوكولا سوداء للتزيين. ندو هادو المكسرات تاوعنا ولا هادو المكونات ونحمصوهم مليح في الفرن. بعد ذلك نرحيوهم. انا شو هنا مرحيتهمش مليح، خليتهم شوية حبيبات باش كي ناكل نحب يعني نحب نحس بها بالمكونات اللي ناكلها. شوفوا هنا كيلت هذاك المزيج باش تعرفوا شحال جانا. جاني انا زوج كيسان وواحد الملعقه فقط. يعني وعجينه التمر عندي كاس، يعني مش مشكل. خاصكم شويه تحبوا تديروا شويه حليب. اذا كما راكم تشوفون نخلطوا المكونات تاعنا، ننزلوا لها مغرف لافاني باش نسموها وتجي فيها نكهه، ونبداو نضيفوا في هذيك عجينه التمر تاعنا حتى نلموا العجينه كما راكم تلاحظوا في الصوره. يعني أنا الكمية كامل درتها تاع عجينة التمر. والآن نروح لطريقة التشكيل. أنا نديرو هكذا دي بودة طوال، درت أنا زوج صغار ما راكم تشوفوا. نكون ذوبت الشوكولا السوداء تاعي ونحكم فرشات ونبدا يعني ندهنهم من الفوق كما راكم تشوفوا، كما راكم تلاحظوا في الصورة. بعد ذلك نقسموهم، يعني نقسموهم وهما يعني هما طرايا. الا خليتيها نشفت حتى تتكسر معاكم. كانت هذه وصفتنا نهار اليوم، نتمنى تجربوها خصوصا لاطفالكم باش تكون بديل للحلويات اللي راهي برا، اللي راهي مليئه يعني بالمضرات. اذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي لايك وتخلوا لي كومونتير، واللي ما راش داير مشاركه يدير مشاركه ويفعل زر الجرس باش يحقق كل جديد. اترككم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.